السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في وصفة اليوم اللي هي قرعة بالدجاج والبطاطا بواحد الطريقة بزاف 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 بنينة ويسلككم في هاد الايامات تاع الحموان اللي كاين. حشا خفيف مع سلطة بزاف 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 بنين. نتمنى تجربوه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما تنساوش تطبيقاتكم في الانستغرام ولا فيسبوك باش نشوفوا الوصفات تاعكم ثاني نتوما. نروحوا الحاجه الاولى نجيبوا البطاطا على حسب افراد العائله تاعكم كيما بغيتوا. قطعوها مربعات كيما تشوفوا متوسطين. انا كنت ديت شويه بطاطا مع 3 حبات ولا 4 مع قطعتهم مربعات كيما تشوفوا. غسلتهم وعاود درتهم في ماء ونديروهم ونطيبوهم في الماء والملح. وشري نطيبوهم غير واحد 90% ولا ما طيبوش طياب كامل، خلاها غير شويه لاخاطش غادي نزيدو نديروها في الكوشه. شوفوا كيفاش خاصها غير شويه ماشي بزاف باش ما تطولكمش بزاف في الكوشه وتيبسلكم. هنا غادي ندير لها شويه زيت، بغيتو ديروا زيت زيتون ندير شويه زيتون 2 مغارف ولا 3 ولا ما تكثروش. واللي بغى يديرها بطاطا مقليه يديرها بطاطا مقليه كيما هكا، يصغر شويه المربعات ويقليه. بصح بهذه الطريقه تجي بزاف بنينه. نديروا رشه تاع فلفل كحل ما تكثروش، شويه كركم، شويه توابل دجاج، ما عندكمش توابل دجاج ما ديروش، شويه زعتره ولا اعشاب عطريه، الا عندكم اعشاب عطريه ديروها. نخلطوهم نديروا في البطاطا ونذوقوا الملح. الا كان خاصها شويه زيدوا في هذه المرحله زيدوا شويه ملح، الا كانت نيشان ما تزيدوهاش. نخلطوا غير بشويه كما راكم تشوفوا. على قلت لكم ما تكونش طايبه بزاف لاخاطش هنا كون تجي تخلطوها غادي قاعد تمرس لكم ما تقعدش مصوره. هنا نجي نحطوها في البلاطو تاع الكوشه. كنتو دايرين له ورق الطبخ من قبل باش ما تلصقكمش البطاطا. وهنا نجو للدجاج. انا درت صدر تاع الدجاج متوسط على حسب العائله كما قلت لكم. اذا كانت بزاف غادي تزيدوا، كانت قليله ديروا غير نص صدر. قطعته مربعات كما كتشوفوا تكونوا شويه كبار باش ما ينشفوكمش ويبسوكم في المقله كي تجوا تقلوهم. خلوهم شويه كبار كما هكا كي يطيبوكم من بعد يجيكم ساهل باش تقطعوهم غير بالمغرف. وكي تبداو تخلطوا فيه تبداو تغسوا فيهم غير شويه صغار. نجيو للتوابل. هنا عندنا شويه موطر ما تكثروش، درت غير 4 مغرف صغيره كما كتشوفوا. غتكون تكثروا التوابل تجي بزاف بزاف تروح لها البنه. تكثروش غير شويه. رشه تاع الملح ما تكثروش، شويه فلفل احمر، شويه فلفل كحل، شويه كركم، شويه زنجبيل وشويه توابل دجاج. وانتم توابل كيما بغيتو ديروا ماشي شرط هاد التوابل بصح هادو يجوا بزاف بزاف بنان. نخلطوهم كما تشوفوا. غادي نديرهم فوق الدجاج، ندير لهم شويه زيت ثاني كيف 2 مغارف ولا 3 على حسب الكميه تاع الدجاج اللي عندكم. نخلطوا هاد التتبيله ونديروها فوق الدجاج ونخلوها. اذا كان عندكم الوقت وبغيتوا خلوها واحد ساعه، ولا ما عندكمش وقت نجموا ديروها في هذاك اللحظه ماشي مشكل. انا درتها في الفم كي خلطتها درتها تقلى. مع الوقت اللي يكون طيب فيه البطاطا تجيكم قد تقدم مع بعض باش ديروا بلاط تاعكم يطيب. نخلطوا هذاك الدجاج مع التتبيله ونروحوا نوريكم كيفاش نطيبوا. هنا في المقله نديروا شويه زبده وشويه زيت كما راكم تشوفوا. غادي نجيب هذاك الدجاج تاعي كما درته، غادي نحط تكون شويه تكون المقله سخونه. نحطوا هذاك الدجاج تكون النار فوق المتوسط، ما ديروش نار ناقصه. درتوها غادي ينشف لكم الدجاج من الداخل ويجيكم يابس. تكون النار فوق المتوسطه باش يتحمر لكم مليح 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 من برا كما راكم تشوفوا. راه نخلط ساعه على ساعه، نبدا نخلط ونعاود نخلط كما راكم تشوفوا. ديك القشره هنايا نخليه نقص عليه النار ونجي ندير البصل. انا غادي ندير غير نص حبه بصل كما تشوفوا. نقطعوها شرائح تكون رقيقه باش تجيكم طيبكم بالخف ما تطولكمش. كما راكم تشوفوا هنا كيفاش قطعتها تجي بزاف رقيقه كما راكم تشوفوا. انا غادي نقطعها كاع هاد النص حبه تاع بصل، ما نكثروش بزاف. انا غادي نزيد لها فص تاع ثوم واحد، عندي فص كبير. نتوما عندكم شويه صغار ديروا 2 ولا 3 كيف على حسب الذوق تاعكم. كاين اللي ما يبغيش الثوم ما ديروش، واللي يبغي يزيد يكثر شويه. نقطعهم كيف ثاني هما شرائح باش يطيبوا لنا ما يبقاوش عاصين. نقطع هذاك الثوم. غادي نزيد حبه فلفل الحلو، فلفله خضراء حلوه. بغيتو ديروا حمراء وديروها. نبغي يزيد شويه حار دايما يبقاو اذواق. غادي نقطع بعد ما نكون غسلتها
غادي نقطعها شرائح ثاني هي رقيقه كما راكم تشوفوا. نقلعوا لهذا الوسط اللي يكون ابيض، هو يجيكم مر، تجيكم البنه تاعها تجيكم في الماكله تجيكم مره. تقلعوا هذا الحيه البيضه اللي تجي الداخل ونقطعوها شرائح. في هذه الكميه تاع الدجاج درت غير واحده فلفله واحده، بغيتو تزيدوا كميه زيدوا. شوفوا كيفاش شرائح رقيقه. انا جاتكم طويله كيما هنايا، نقسموها على النص. غادي نكمل كاع الحبه بعد ما نكون وجدت البصل ووجدت هادو الفلفله والثوم. راني نبداو كل مره نزيد حاجه. هنايا بعد ما شوفوا تحمر الدجاج غادي خاصها غير شويه طيب من الداخل، غادي يكمل مع البصل والفلفله. نديروا هذاك البصل تاعنا ونخلطوا ونغطوا عليه، مره على مره نحركوه. ما غاديش يطول، غير شويه، ما غاديش يطول 5 دقائق ولا ما يكثرش بزاف. من بعد نزيدوا عليه الفلفله، نزيدوا عليه الثوم والفلفله باش يجيكم طيابهم قد يطيبوا مع بعضهم. هنا بعد شوفوا بعد ما ذبل هذاك البصل شويه، هنايا تقدروا هذاك الدجاج كما تشوفوا كبير غير بهذيك المغرف تاع اللوح تبداو تقسموا فيه، ولا بغيتوا تخلوه مرصويت كبار خلوه. ندير هذيك الفلفله والثوم كيف وغادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يذبلوا ونخليهم بجهه. هنا شوفوها من بعد ما دبلوا لي كلشي طاب، شوفوا كيفاش تعسلوا جاو بزاف واحد البنه والريحه ما شاء الله روعه. هنا غادي هاد الطبق تاعنا غادي نديروا له بيشاميل تكون خفيفه ما غاديش نثقلوها. هنا عندي مغرف تاع زبده ولا مارغرين، نذوبها شويه وندير عليها مغرف تاع، انا درت مغرف تاع مايزينا اللي هي النشا. بالمايزينا جات بزاف خفيفه وبنينه، ما جاتش فيها ديك البنه تاع الفرينه ثقيله وكاع. اللي ما يبغيش يدير مايزينا ما يديرش. انا كي درتها بالمايزينا جاتني بزاف شابه، جاتني خفيفه وما جاتش فيها البنه. بعد ما ذوبت هذيك المايزينا مليح مع المارغرين شغل نطيبها فوق النار، نخلط مليح ومن بعد نبدا نزيد عليها في الحليب. انا درت 2 كيسان حليب باش تجيني شويه خفيفه. نديروا رشه تاع الملح ما تنساوهاش. نبداو نخلطوا نحطوها فوق النار ونبداو نخلطوا غير بشويه حتى تثقل لكم. انا درت رشه تاع جوست الطيب، الا ما بغيتوش ديروها ديروا في رشه تاع فلفل كحل ما تكثروش. نديها فوق النار ونبدا نخلط فيها. كي تبدا تثقل لي شويه غادي نزيد لها قطعه تاع الجبن كيما تشوفوا، ماشي كبيره بزاف غير شويه. اللي يبغي بنت الجبن باينه بزاف يزيد الجبن مبشور ويزيد كيما بغيتو. نبدا نزيد نخلط فيها غير شويه كيما راكم تشوفوا، ما نثقلوهاش بزاف، هي تكون خفيفه باش تجيكم الكراتان مشمخه وتجيكم هكا ما تجيكمش ناشفه، تجيكم بزاف بنينه. شوفوا كيفاش جاي القوام تاعها ماشي ثقيل بزاف. هنا بعد ما نكون وجدت كاع الصوالح تاوعي بطاطا والدجاج والبيشاميل، شوفوا كيفاش تحمرت البطاطا ثاني هي تجي بزاف بنينه. غادي نخلطهم مع الدجاج وهذاك هذيك الخلطه اللي وجدتها، غادي نخلطهم مع بعضهم ونحطهم في البلاطو اللي غادي يدخل للكوشه. هنا في هذا البلاطو اللي غادي يدخل الكوشه نديروا شويه بيشاميل في الاول، نديروا غير شويه ما كثروش، ونحطوا هذاك الخليط تاعنا. ومن بعد نفرغوا عليه هذيك البيشاميل اللي بقات. بغيتو ثاني ديروا جبن مبشور من فوق ديروا، ما بغيتو ما ديروش. انا ما درتش، جات بزاف بنينه بلا هذاك بلا الفرماجه، جات بزاف بنينه. واللي يبغي بزاف بيشاميل يزيد يكثر شويه. هنا بعد ما طابت لي الكراطه كيما راكم تشوفوا، درت لها رشه تاع معدنوس من الفوق. شوفوا نشكر لكم في هذا الكراطه قليل فيها بزاف بنين. كون تجربوه تعرفوا البنه تاعه، جا بزاف بنين ومشمخ من الداخل وطري، واحد البيشاميل بزاف شاب. نحط لكم تشوفوا كيفاش اجا طري، ما يجيكمش كاع ناشف. نتمنى
نتمنى تجربوا وتخلوا لي رايكم وتطبيقاتكم، ولكم سلامه في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.